اللي استندنا عليها في ان احنا عرفنا الحروف دي ونطقها ايه بالظبط هي قاعدة اسماء الاعلام اللي احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت بتاع فك رموز حجر رشيد، وان احنا قلنا ان هم جابوا اسم بطلميوس، وان كلمة بطلميوس اسم علم، فهو نطق واحد بس شكل الحرف اللي بيختلف من لغة للتانية. فقاعدة اسماء الاعلام هي اللي خلتنا نوصل للحروف الهيروغليفية اللي قلناها في محاضرة لوحدها وعرفنا ازاي نرسمها، لان احنا بقى طبقنا القاعدة دي على اسماء الملوك البطالمة زي بطلميوس الاول سوتير وكليوباترا وفلادلفوس وغيره وغيره وغيره، ومن بعدهم وفلادلفوس الامبراطور الروماني. يعني الاسماء بتاع البطالمة البطالمة والرومان من بعدهم جبنا الاسماء بتاعتهم باليونانية، وبعد كده جبنا الخراطيش اللي فيها اسمائهم من المعابد اللي بنوها في مصر، وبدأنا نوصل حروف ببعضها على اساس ان الاسم نطق واحد لكن حرف اللي بيختلف من لغة للتانية، وقدرنا نوصل للحروف. فقدرنا نوصل لقائمة الحروف الهيروغليفية اللي شفناها المحاضرة اللي فاتت. بس نيجي بقى لحاجة تانية دلوقتي. حروف طيب ماشي، لكن يا ترى احنا عرفنا منين بقى غير الحروف ان انا بلاقي كلمة زي دي بقول ان هي بتتنطق سجم ومعناها يسمع او ينصت. سجم ومعناها يسمع او ينصت. طب ده بقى فعل، ما هوش اسم علم خالص. انا بقى عرفت منين ان هو بيتنطق سجم، وعرفت منين ان معناه يسمع او ينصت؟ نيجي هنا للحاجة اللي احنا كنا مأجلينها من المرة اللي فاتت، وهي الخط القبطي. الخط القبطي. ركزوا معايا واحدة واحدة، هنبدأ نوصل بالتدريج. احنا قلنا ان اللغة المصرية هي لغة واحدة واتكتبت بأكتر من خط، وكل خط كان ليه الظروف بتاعته والمادة اللي بيتكتب بيها والمادة اللي كان بيكتبها. الهيروغليفي على جدران المعابد والمقابر وبيتكتب بنصوص مقدسة. الهيراتيقي على البردي وبيتكتب برضه بنصوص دينية مقدسة. القبطي بيتكتب على البردي والاستراقة، وكان للمعاملات اليومية والحياة اليومية. أول ما دخل الإسكندر مصر، تمام، ما كانش أول مرة يتعامل الشعب المصري مع اليونانيين، لكن الشعب المصري يعرف اليونانيين من أزمنة فرعونية قديمة جدا بحكم التجارة المتبادلة ما بين البلاد، خاصة في عصر الأسرات المتأخرة بداية من الأسرة 26 تقريبا. كان الاتصال ما بين اليونانيين والمصريين كبير جدا. طب كانوا بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ كانوا بيتعاملوا مع بعض لهجة ولغة، تمام؟ يعني كانوا بيتكلموا مع بعضهم. طيب والكتابة، طريقة الخطابات الرسمية وغيرها كان بتتم ازاي؟ المصري القديم طلع حاجة جديدة وكويسة جدا، وهي تقريبا اللي احنا بنستخدمها دلوقتي برضو بنفس الاسلوب. ازاي؟ انا دلوقتي لما اروح الاهرامات وبلاقي عيال خرتية كتير جدا، الخرتية دول اللي هم بيبيعوا الهدايا وكده للاجانب، والاقي ولد صغير سنه 10-11 سنة بيتكلم 3-4 لغات، تمام، ويتكلم مع الألماني ويتكلم مع الفرنساوي ويتكلم مع الإنجليزي ويتكلم مع الصيني وغيره وغيره. واجي أقول له اكتب اسمك كده بالعربي، يقول لي ما بعرفش أقرأ ولا بعرف أكتب. طب منين هو اتعامل معاهم؟ وإزاي عرف ينطق لغتهم؟ عن طريق الممارسة. يبقى إذن في فرق ما بين إن أنا أعرف اللغة بكتبها وقراءة وبقرأها، وما بين ان انا اقرأها بس. فالخرتية اللي في الاهرامات معظمهم بيعرف ينطق، بس ما يعرفش اصلا شكل الكتابة دي ولا حروفها شكلها ايه، ده اذا كان يعرف عربي اصلا، تمام؟ طيب ايه حكاية دي وايه علاقتها بينا؟ الاسكندر الاكبر لما دخل مصر واصبح هو الحاكم، ومن بعده جه البطالمة بعد ما هو توفى وامبراطوريته اتقسمت على جنرالات الجيش. دلوقتي اصبح الحاكم يوناني.
يبقى اللغة الرسمية للبلاد هتكون اللغة الايه؟ اللغة اليونانية بطبيعة الايه؟ الحال هتبقى اللغة اليونانية. طيب واللغة المصرية القديمة هتموت؟ المصري القديم هيسيبها كده تروح منه؟ لا، بدأ يفكر يا ترى ازاي احافظ على اللغة المصرية بتاعتي؟ ازاي احافظ على اللغة المصرية بتاعتي؟ قال اذا كانت اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة اليونانية، فانا هخلي اللغة دي هي لغة الخطابات الرسمية والتواصل مع الحكام وبس. طب واللغة المصرية القديمة هحييها ازاي او احافظ عليها ان هي ما تروحش مني ازاي؟ بسيطة جدا. هم مش اليونانيين دول كانوا لما بيجوا بالتجارة بيعرفوا يتكلموا معانا باللغة المصرية القديمة؟ طب امال ليه او ايه الصعوبة عندهم؟ الصعوبة عندهم ان هم كانوا بيعرفوا يتكلموا معانا باللغة المصرية القديمة، سهل ان انت تتكلم، بس الصعب ان انت تكتب. اليونانيين لما كانوا بيتاجروا مع المصريين في العصور الفرعونية كانوا بيتكلموا معاهم باللغة المصرية القديمة، والمصريين كانوا بيتكلموا معاهم باليوناني عادي في تبادل اللغات. بس الصعب ان هم كانوا يكتبوا العقود او غيره بالايه؟ باللغة المصرية القديمة. فالمصري جه في العصر البطلمي عمل حاجة كويسة جدا، قال علشان احافظ على لغتي دي من الضياع انا هطلع لها خط رابع جديد. انا عملتها بالخط الهيروغليفي وبالهيراتيقي وبالديموطيقي، وخليت كل واحد بعمل بيه حاجة وليه مادة بكتبها عليه. انا هطلع لها كمان خط رابع. الخط ده دلوقتي اللي احنا بنعرفه بالايه؟ بالقبطي. بالايه؟ بالقبطي. ازاي بقى او ايه اللي حصل؟ المصريين قالوا ايه؟ دلوقتي اليونانيين هم اللي بيحكمونا، يبقى لغة التراسل الرسمية اليونانية. طب واللغة المصرية القديمة هنحافظ عليها ازاي؟ ان احنا نتكلم مع اليونانيين بيها، بس ما نخليهمش يكتبوها بأي خط من الخطوط الصعبة اللي هم متضايقين منها، هيروغليفي، هيراتيقي، ديموطيقي، صعبة بالنسبة لهم. احنا نعمل ايه؟ احنا نجيب لهم لغة مصرية وخط تاني يكتبوا به اللغة دي غير الخطوط الهيراتيقي والديموطيقي والايه؟ والقبطي. ازاي؟ هنجيب لهم خطوط او حروف اللغة بتاعتهم هم اليونانية. حروف اللغة بتاعتهم ايه؟ هم اليونانية. نخليهم يكتبوا بيها اللغة المصرية الايه؟ القديمة. ازاي؟ انا دلوقتي بقعد على الفيسبوك واكتب فرانكو. ايه الفرانكو؟ عبارة عن ان انا بقول ايه مثلا؟ كلمة واحد بيكلم صاحبه فالتاني قال له انا مشغول. مشغول، تمام؟ دي مكتوبة بحروف عربية. بحروف عربية. طب تعالوا نكتبها فرانكو كده. مش ورقم 5، خلاص، وبعد كده او وال. خلينا ال5 دي تعبر عن حرف الاغين. ده كده اسمه ايه؟ مشغول. ده كده اسمه فرانكو. يعني ايه فرانكو؟ يعني اللغة دي عربي. يعني اللغة دي ايه؟ عربي، بس كتبتها بحروف ايه؟ أجنبية. لغة عربية مكتوبة بحروف ايه؟ أجنبية. هم بقى المصريين من زمان برضو عملوا كده، قالوا لهم احنا نخليكم تتكلموا معانا لغة مصرية قديمة، وما دام هي صعب ان انتوا تكتبوها بخطها الهيروغليفي والهيراتيقي، احنا نخليكم تكتبوها بخطوط اللغة اليونانية بتاعتكم. فطلعوا لهم الخط الايه؟ القبطي. بقى اصبح الخط القبطي عبارة عن ايه؟ لغة مصرية قديمة في النطق، ولغة يونانية في الايه؟ في الخط بتاعها، مكتوبة بالحروف الايه؟ اليونانية. واصبح بالشكل ده ان المصري القديم قدر يتواصل مع اليونانيين بلغته وحافظ عليها، وفي نفس الوقت كتبها بخط جديد هو الخط الايه؟ القبطي. وبعد فترة من الفترات اندثرت اللغة القبطية او الخط القبطي في التعامل به، واستمر يندثر وايه؟ ويتضاءل لحد ما اقتصر دلوقتي على انه بيستخدم في الكنائس المصرية لأداء الطقوس والترانيم الايه؟ الدينية. يعني معنى كده ان لغتنا
المصرية القديمة ما ماتتش. ازاي ما ماتتش؟ ما هي حية وموجودة بس في الخط الرابع بتاعها. صحيح محدش دلوقتي بيتكلم بيتكلم لغة مصرية قديمة ويكتبها بالهيروغليفي، ولا حد بيتكلم لغة مصرية قديمة ويكتبها بالهيراتيقي، ولا حد بيتكلم لغة مصرية قديمة ويكتبها بالديموطيقي. لكن فيه اللي بيتكلم لغة مصرية قديمة وبيكتبها بالخط القبطي، ودول الناس اللي جوه الكنيسة. تمام؟ فلما راح أقول للقسيس جوه الكنيسة يعني إيه كلمة يسمع؟ يسمع هيقول لي سوتم. سوتم. سوتم ده النطق بتاعها. سوتم النطق لغة مصرية قديمة. طب والكتابة بتاعتها الحروف لغة يونانية. لغة يونانية. سوتم حروف اللغة اليونانية لكن هي لغة مصرية قديمة. تمام؟ فكلمة سوتم معناها يسمع في الخط الايه؟ القبطي. تمام؟ إذا لما أقول لك إن الكلمة دي اللي هي عبارة عن أذن الطور وحرف الإم بتاع البومة إن هي كلمة سجم، وتحولت على مر الزمن لسوتم في الفوناتكس بتاعها، بس من سجم لسوتم قريبة في الإيه؟ في النطق. يبقى أنا كده عرفت إزاي هي دي اتنطقت سجم، وعرفت إن معناها يسمع من الخط الايه؟ القبطي اللي هو احد خطوط اللغه المصريه القديمه اللي عايش لحد دلوقتي في الكنيسه المصريه، بيكتبوا ويتكلموا بترانيم دينيه وقداس وغيره. تمام؟ ده بالنسبه لاول حاجه الخط الايه؟ القبطي الاخير. طيب هل في تطورات تانية للغه المصريه القديمه؟ في التطور الخامس للغه المصريه القديمه واللي احنا بنسميه دلوقتي اللغه العاميه. اللغة أو اللهجة عشان تبقى مظبوط التسمية بقى، اللهجة العامية، لهجة الشارع والمصطبة واحنا قاعدين بنتكلم مع بعضنا. ده التطور رقم 5 للغة المصرية القديمة. يعني احنا ما بنتكلمش عربي. احنا بنتكلم لغة مصرية قديمة باللهجة أو بالشكل الحديث بتاعها، بالتطور الخامس بتاعها. زي مثلا لما اقول لواحد خلاص من ضمن الكلمات الكتيرة عندنا دلوقتي في وسط الطلبة وبعضها، يقول لك الواد ده بيذاكر، الواد ده دحيح. الواد ده دحيح. كلمة دح، الواد ده بيدح، أو كلمة دحيح ما هيش كلمة عربية، مش لغة عربية خالص. اللغة العربية عندنا هي لغة الرسمية، لغة التخاطب في المعاملات الرسمية، لغة الخطابات الرسمية، لغة الدولة، لغة كذا. لكن اللغة أو اللهجة العامية بتاعتنا هي لغة مصرية قديمة. كلمة دح أو دحيح معناها يتقن العمل، يعني بيذاكر بجهد. فبنقول عليه دحيح. تمام؟ وغيرها كتير جدا من الكلمات اللي بننطقها اليومين اللي احنا فيهم، كتير جدا منها لغه مصريه قديمه، واحنا للاسف بنقول عليها لهجه عاميه. واللي يكلمنا يقول لنا انتوا بتتكلموا ايه؟ بنقول له احنا بنتكلم عربي. لا، احنا لغتنا الرسميه عربيه، لكن لغتنا اليوميه هي لهجه عاميه خلاص، او هي لغه مصريه قديمه في الشكل الايه؟ التطور الخامس بتاعها. تمام؟ فاحنا برضو استخدمنا التطور الخامس ده في ان احنا نعرف معاني الكلمات زي كلمة دح ودحيح. تمام؟ وكتير جدا من الكلمات هقول لكم عليها واحنا بنشرح مع بعضنا. طيب دلوقتي كده اخدنا الجزء الخاص كمان بتاع تطور الكلمات بقى والافعال وغيره. انا عرفته منين؟ زي ما قلت لكم جبنا الحروف الاولية منين.
Thank you.